نحن طلعنا في الشارع، شفنا احتفالات بعض المواطنين المغربيين فرحا بانتصار السودان. اول حاجه اختي عرفينا عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك كريمه حسام الدين، مستشار بمقاطعه عين السبع. جينا بواحد العدد كبير الحمد لله، اكثر من 400 مشجع للسودان، والحمد لله فرحنا بزاف انكم ربحتوا. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في باقي الدوري. الحمد لله، شكرا لكم، شكرا للمغرب وشكرا للملك وشكرا للتنظيم الرائع الجميل. مرحبا بكم. شكرا لكم، شكرا لمساندتكم للمنتخب السوداني. اهلا وسهلا، نورتونا وشرفتونا. الله يخليك. المغرب كله منور بزيارتكم ووجودكم. الله يخليك يا رب، تسلمي، شكرا لكم. مرحبا بكم. وان شاء الله نحن صاعدين، المغرب وكل الدول العربيه المشاركه في كاس الامم الافريقيه ان شاء الله وتصعد للدور القادم باذن الله تعالى. والقائمين على هذا الكان، وكنشكروا جلاله الملك محمد السادس لانه هو القائم الفعلي على الرياضه في المغرب، وحنا دائما كنشجعوا يعني الفرق الافريقيه، ونبغوا نتمنى الله ان شاء الله تكون هذا الكاف يكون من احسن الجولات اللي كاينه في العالم ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. معكم راعي النبلي، بطل صاعد في رياضه البودي بورد. جيت اليوم نساند السودان، وكنبغي نقول فرحونا السودان، هاد الاشبال هادو فرحونا، وكنبغي نقولوا صولو ايجلز ديالك ودخلوا عند الانصار راعي النبلي. السلام عليكم، مرحبا بالاخواننا الاشقاء السودانيين، بلدهم الثاني المغرب. والله العظيم شجعناهم من القلب لانهم ما يستاهلوا تروبا ان شاء الله، وما زال ان شاء الله ان شاء الله يتكلفوا كازابلانكا ان شاء الله ديما مزيان ان شاء الله. شكرا لكم، مرحبا بكم، شكرا لكل الشعب المغربي لمساندة المنتخب السوداني. لا نحن العرب دمنا هوك، نشجع العرب اولا اشقاء، ثانيا وكل العرب، وديما السودان وديما المغرب. شو خير الله. ايوه ان شاء الله كده يا صاحبي، والله المغرب رجوله ان شاء الله يا صاحبي. ايوه، ومبروك للمنتخب السوداني ان شاء الله كده المره الجايه بالباس ان شاء الله كده. ايوه شكرا لكم كده.